السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. إن شاء الله اليوم غنشارك معكم حشوة كتجي رائعة، كتجي لذيذة رغم مكوناتها البسيطة، ولكن راه كتجي فنة رائعة. إن شاء الله غتجربوها وغادي تشكرون عليها. ونشارك معكم بطبيعة الحال في الفيديو شي حيل إن شاء الله اللي غادي تنفعكم. حيل في هذه الوصفة نيت، بخصوص الورقة ديال الفيلو، بخصوص حتى الشعرية الصينية. قبل ما ندوزو لطريقة تحضير الحشوة غادي نصليو على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، إنك حميد مجيد. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي ندوزو مباشرة لطريقة تحضير هاد الحشوة. يلا خليكم معايا. فبسم الله على بركة الله. أنا عندي هنايا بصلة كبيرة شلطتها. نتوما إلا كانوا جوج إلا كانوا صغار غديروا جوج ديال البصلات صغار، وغندير هنا القليل من الإبزار لأن غندير فيها شوية ديال الحار. من الأحسن تنقصوا الإبزار وتنقصوا حتى من الملح. يعني إلا كنتو غديروا الصوجة من الأحسن نقصوا من الملح، لأن الزيتون راه كيكون مالح والصوجة حتى هي تكون مالحة. صافي غندير هنايا جوج معالق تقريبا كبار ديال زيت الزيتون. كما ممكن لكم ديروا غير الزيت العاديه. فدابا راه تبارك الله راه بحال قريب ليه في الثمن، اللهم نيت زيت الزيتون اللي صحيه. صافي هنايا غادي نخلي البصله ديالي طيح، طيب زعما شويه هكا، ونضيف عليها الجزر حتى هويا او خيزو. هادشي كامل انايا درتو في الهاشوار. الا بغيتو نتوما ممكن غير تشلضوها الا ما كنتوش كتوفروا على الهاشوار. صافي هنا راني ضفت واحد الكورجيطه اللي حكيتها في الحكاكه الرقيقه. انا كتعجبني الكورجيط، كتعجبني الخضر تكون هكا في الحشوه. ودرت هنا جوج صوص ديال الثومه، ودرت الكفته. الكفته انا غادي نشارك معكم واحد الطريقه درتها بها. هذه راه كفته مخلطه باللادان واللحم، كتجي رائعه. وغندير هنايا التوابل كل من الخرقوم وسكنجبير وبودره ديال الثوم، بودره ديال البصل عفوا، ومعلقه ديال القزبر مطحون، ومعلقه ديال التحميره. هنا غنديروا معلقه صغيره ما امراش. وغادي نضيف هنايا كيف ما تشوفوا معايا بودره ديال الثوم واحد شويه. واخا درت انايا الثومه حيت غندير الحشوه كثيره. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا هنايا شحال غادي تعطيني هاد الكميه. صافي هنايا ودرت الزيتون حتى هو راه طحنته في الهاشوار. كنت خدامه الهاشوار، علاش لما باقا ما غسلتها راه غنطحن فيها كلشي ونايضه بلا ما نبقى كل مره نقطع في بلاصه. صافي هنايا غادي نحرك المكونات هكا. حاجه اللي بغيت نقول لكم، المهم الزيت راه كتبقى على حسب الشوفه ديالكم. راه الا شفتوا الكورجيت، لا درتو الكورجيت راه تطلق لكم الماء. من الاحسن غادي تضيفوا تزيدوا الزيت. غادي ديروا هنا انا كفاتني حتى شي 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وراني درت هنايا القزبر والمعدنوس حتى هويا واحد المعلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس. بطبيعه الحال نسيت ما قلت لكمش حتى الفلفله راه درتها حتى هي شلطتها. حتى هي طحنتها في الهاشوار. والمقله الاخرى حتى هي فيها نفس المقادير تقريبا، غير هي انا درت لدان، درت قطع ديال اللدان حتى هما قطعتهم قطع رقيقه في عوض ما ندير سميتو الكفته. تما درت لدان صافي. وتما درت في عوض درت البورو في عوض البصله. صافي وهذا مكان. والعطريه راه نفس العطريه ديالهم. وهنا راه تشوفوا الحشوه الاولى ديالي راها نشفات. غير الحشوه الثانيه ما فيهاش الخيزو، فيها غير الفلفله والبصله والكورجيت ولادان كما قلت لكم، العطريه والزيتون. صافي هذا مكان باش يكونوا الحشوات مختلفين في المذاق. صافي هنايا البنات واحد الفكره اللي غادي نقولها لكم. المهم ملي كطيبوا ملي كترطبوا الشعريه الفيرميسيل، بطبيعه الحال كل واحد شنو كيدير ليها. المهم انا كندير لها الماء بارد، ولكن هذه المره جاتني بحال ما بغاش تطلق ليا. صافي وانا ندير ليها الماء سخون، خليتها فيه واحد 5 ديال الدقائق، صفيتها
ومن بعد البنات كندير هاد الطريقه ديال الهشوار باليد هكا، كتجي احسن من المقصه البنات. عرفتي كتولي هنا بحال مقطعه قطع رقيقه. فجربوا هاد الطريقه راه غادي تفيدكم ان شاء الله، نتمنى انها تفيدكم. صافي هذه هي الفكره اللي بغيت نقول لكم على الشعريه ديال الصينيه. وغادي نبقى هنايا حتى نكمل الكميه ديال الشعريه اللي بقات لي هنايا بطبيعه الحال. وغادي نكمل معكم باش ندوزو الطريقه ديال التعمار ديال البريوات. صافي هنايا بعد ما بردت لي الحشوه تماما البنات، هنايا حكيت الفرماج ديال التاج، فرماج الاحمر. فرماج ديال التاج صراحه زوين البنات، صراحه احسن من موتزاريلا، احسن من بزاف ديال لي فرماج اللي كناخذ داكشي. المهم الاحسن هذه كنصيحه انايا من عندي، فرماج ديال التاج احسن فرماج كيبقى. صافي هنايا بعد ما بردت لي الحشوه غادي درت فيهم واحد الكميه من الحشوه ديال اللادان، نديروا الحشوه ديال الكفته، وغادي نحركهم ونخليهم على جنب. غير حاجه البنات، الحشوه ديالكم تكون ناشفه، الا بغيتو تعمروا بها اي بريوات اولا السيجار اولا اللي نام ولا سميتو، من الاحسن تكون ناشفه ما تكونش فيها الماء باش هكا ما تخسرش لكم. ايوا صافي غادي ندير انا اول مره غادي نجرب هاد الورقه ديال الفيلو، ويا ريت ما جربتها، لان صراحه اللي ماشي اللي ما عندها زعما واحد الخبره نيت خبره. واصلا انا لقيت هاد الورقه ما زويناش ما عرفتش علاش. المهم لقيتها، عرفتي راه غتشوفوا من الصوره غتشوفوا النص الفوقاني بحال يابس، والتحتاني اللي فيه الوراق ديالهم محلولين، زعما راه برافو تخرجت منها هاد الكميه ديال البريوات اللي غادي تشوفوا معايا. صافي هنايا البنات كنقسمهم على جنب هكا، كنقسمهم على 3 هكا حيت انا غنديرهم بريوات. وغادي الكميه الاخرى اللي كتبقى كنمشي كنغطيها بواحد المنديل وكنخليها على جنب، ما كنرجعها للثلاجه لا والو. صافي انا قلت ربحه ولا ذبحه، خسرت صافي الله يعاونها. صافي المهم هنا الطرف اللي كيبقى ليا البنات ولا شي هكا اللي كيكون بعض المرات كيتقطع ليا، كنديرو فواحد الطبيسيل. هنا راه وريتو لكم في الفيديو في الصور في الاول، كنديرو فواحد الطبيسيل هكا وراه كتجمعوه في الاخر ديروا بها تحليه، راه ما تضيعش لكم الا ما بغيتوش سميتو، لا خفتو تفرست لكم هكاك. صافي هنايا كنهز بالوحده بالوحده. لا راه بالجوج غير زعما قلت لكم هاد التقطاع اللي قطعتهم قطعت 3 كنهز بالوحده بالوحده. اما راه هما جوج وراقب، كاينين اللي درت فيهم جوج، كاين اللي درت فيهم 3، كاين اللي كنبغي نفرقها كنلقاها غادي تقطع ليا كنخليها سميتو. ما عرفتش انا هاد الورقه ما صدقتش ليا، كنت زعما زربانه، قلت زعما بلا ما نمشي بلا ما نبقى نصايب في الورقه وداك الشيء وكيشكروها وهذا. ولكن هاد الورقه سيرتو ديك الخضره ندمت لي ما خليت هذاك الغطا ديالها. المهم ما عرفتش تيمشي لك الكلام بعض المرات، غير باش نصوروا لكم باش ما ننصحكمش. انا بصراحه ما عجبتنيش وما كنصحش بها. انا كندير بريوات غير بالعجينه ديال المسمن، كيجيني احسن من هذا الشيء كامل. صافي هذا ما كان. ايوا صافي هذه هي الطريقه ديال اللويان ديالي انايا. كنوري هكا المبتدئات دائما ملي كنجمعوا سميتو كنرجعوها لديك الجهه. عاد انا براسي ما كنتش كنعرف لهاد اللويان والله الا بكل صراحه. راه بنادم غادي وكيتعلم، راه ما هادش اي واحد غادي يجي يقول لك راني معلم ولا شي حاجه، راه اي واحد داز من هاد المرحله. صافي هنايا غادي نبقى نكمل البريوات ديالي ونوريكم سميتو النتيجه الاخيره ان شاء الله، وبقوا معايا. فرت لكم يتهرسوا في المقله، من الاحسن ديرهم في الفرن كيكونوا هكا صحيين. كتخزنوا منهم واحد الكميه، راه كديروا فيهم السلوفان وديرهم في الفريغ ولا كان عندكم هكا متوفر. ما كانش عندكم راه من الثلاجه لتحت ما ننصحكمش بها. صافي وكطيبوا واحد الكميه اللي غادي سميتو كما قلت لكم، كديروا ليها الزيت هكا وكطيبوها، راه كتجي رائعه البنات، كتجي مقرمشه ومورقه. يلا بسلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله، بسلامه.